الفيديو بتاعنا النهاردة بيبدأ بالانمي ياسبيرو، وهو بيحكي عن مدينة كيوتو، وانه من مخلوقات التانوكي اللي بنوا المدينة دي قبل ما يكون فيها البشر. كان في مخلوقات تانية بتطير وعايشة في السماء، واللي كان اسمهم مخلوقات التينجيو، اللي بيعيش وسط البشر اللي هو غضبان عليهم وبيحب واحدة من مخلوقات التينجيو. بعدها بنشوف ياشيرو وهو ماشي في الشارع وبيكون لابس لبس بنت. بيقابل حد في الشارع وبيقول له انت متنكر في اللبس ده ليه؟ فبيرد ياشيرو وبيقول له حابب التنكر في اللبس ده. بيديله الولد الصغير رسالة وبيقول له مش انت رايح للمعلم اكاداما؟ يبقى وصل له رسالة دي ضروري معاك. نشوف ياتشو اخو ياشيرو وهو بيشتري حاجة من السوق. شوف ياشيرو وهو ماشي وبيغضب منه بسبب اللبس اللي لابسه، بيقول له مش هتعل وبطل الحركات اللي بتعملها دي. بيقول له ياشيرو مالكش دعوة، وبيسأله عن المعلم اكاداما وبيقول له ياتشو في الأوضة اللي جوه. بيكون ياشيرو مستغرب ازاي هيقابله باللبس ده. كل الناس بيفكروا بنت بسبب لبسه الغريب. وبيدخل شيرو يقابل المعلم اكاداما وبيلاقي انه مبهدل الدنيا وبيدور على حاجه. اثناء ما بيزعق له ظهره بيوجعه جامد. بيدخل ياشيرو علشان يساعده. بيساله اكاداما عن بنتين. بيفتكر ياشيرو اخر مره مشيت فيها بنتين، واللي من ساعتها ما قابلتوش تاني، وانها كانت بتحبهم جدا وعايشه معاهم قبل ما تقرر انها مش هتحب تشوفهم من تاني. بيكون ده اخر لقاء بينهم، ومن ساعتها هي مختفيه ومحدش يعرف لها اثر. ده أول ما اكتسبت قواها الخارقة وبقت قادرة تطير. بعدها بيقول له أكاداما إن الأكل مش عاجبه، فبيقول له ياشيرو ده بدل ما تشكرني. بيقول له أكاداما إن بنتين أكيد بتتفسح مع أصحابها. ورد عليه ياشيرو بيقول له سيبها تعيش سنها. بعدها بيشتكي له أكاداما من إن مفيش حد بيزوره إلا ياشيرو. بيقول له إنه كان طالب مزعج بالنسبة له طول الوقت، وبيديله رسالة وبيقول له وصلها لبنتين لو قدرت توصلها. بيوافق ياشيرو إنه يوصل الرسالة، وبيفكر إنه يستخدم السهم بتاعه يحدفه جنب بنتين في أثناء ما هي قاعدة مع أصحابها. فعلا بيتسلل ياشيرو بينشي إنه بيجي السهم بنتين وبيبوظ لها المروحة بتاعتها. تقرا بنتين الرسالة. بيروح بعدها ياشيرو المكان علشان يقعد فيه شوية. تفاجئ إن بنتين جاية تقعد معاه. تقول له إن الرسالة وصلت لها وإن أصحابها اتضايقوا من إن المروحة بتاعتها اتكسرت. بيقول لها ياشيرو إنه معرفش يعدي النهر علشان كده بعتها لها بالسهل. بيعتذر لها عن المروحة اللي باظت، وبتقول له بنتين إنها بتفكر تشوفه لكنها مترددة. تستغرب هي كمان اللبس اللي ياشيرو لابسه. بتقول له حاول تبطل تزور أكاداما. بتسأله بنتين انت لسه قلقان؟ بيقول لها ياشيرو على مكان المعلم أكاداما. وبترد ياشيرو انها ما قالتش انها ناوية تزوره. بتودعه بسرعة وبتمشي. بعدها بيقابل ياشيرو المعلم أكاداما من تاني وبيقول له ايه اللي مقعدك هنا، وبيمشوا هما الاتنين علشان يروحوا مع بعض. تاني يوم بتروح بنتين تشوف المعلم أكاداما واللي غرقان في سابع نومه، وبيقول لها انه بقى مثير للشفقة وانه مبقاش بيعرف يطير وانه بقى تعبان جدا طول الوقت. بنتين ما تزعلش نفسك وتقول له سيبك تكمل نوم علشان شكلك بتهيس. بعدها بنشوف ياشيرو وهو قاعد مع امه، وبتقول له امه انها سمعت انه راح زار بنتين امبارح، تكون امه مش موافقه على اللي بيحصل منه. بتقول له كمان ان بنتين شخص خطر جدا وانها مش حابه انه يحتك بيها كتير. بتقول له ان مخلوقات التينجيو هم اخطر مخلوقات عليهم. بيرد ياشيرو بيقول لها انه ما راحش علشان حاجه، وانما كان رايح علشان المعلم اكاداما كان عايز يشوفها. فبتقول له هو لسه المعلم اكاداما مغرم بيها؟ بيقول لها وبيسيبها وبيمشي علشان يزور اخوه اجيرو. بتقول له هو انت رايح له؟ بيقول لها ايوه رايح له. وبتقول له طمنا عليه وعرفني هو عايش ولا لا. بيقول لها طب ليه ما تجيش وتشوفيه بنفسك؟ فبتقول له انها خايفه انه ما يكونش عاوز يشوفها. يروح يشيرو يزور اجيرو ويرعاه. بيطلع اجيرو محتفظ بهيئته على شكل ضفدع. بيبدا يحكي لياشيرو اللي حصل معاه بيتكلموا عن ياتشو. بيقول له انه اخد اتجاه صعب قوي في حياته، ده لانه عاوز يبقى شخص كويس وحسن السيره. بيقول له اجيرو خلي بالك انت الاحسن واحد. بيقول له اجيرو خلي بالك انت احسن واحد فينا، وان ده كان بشهاده اكاداما واكتر من حد. بيرد ياشيرو بيقول له انا اول مره اسمع الكلام ده، لكن اجيرو بيرد بيقول له حتى ابوك كان بيقول كده قبل ما يموت. في اللحظه دي الدنيا بتمطر، فبيجري ياشيرو علشان يجيب ياش اخوه يوصل له. بيلاقي مخلوقات ضخمه على شكل قطط بتهاجمه. بيحاول ياشيرو انه يتصدى لهم. فجاه بيجي نمر ضخم وبيهاجمهم، وبيتحول واحد فيهم لاسد، وتدور معركه كبيره بينهم تنتهي بان النمر هو اللي بيكسب. بيطلع ان النمر ده هو ياتشو. بيزعلهم ياتشو علشان حطوا نفسهم في مشاكل، وبيقول لهم ما ينفعش تبوظوا سمعه العيله. ويرجعوا كلهم علشان يزوروا امهم، لكنهم مش بيلاقوها في المكان، وبيعرفوا انها سافرت لمكان تاني. بيكون ياتشو متوتر جدا وعاوز يلاقيها، وبيقعد يقول لهم كلكم ملكوش لازمه وعديم الفايده. بيستمروا كلهم في البحث عنها في كل مكان لحد ما بيلاقوها بس في صورتها الاساسيه. بيسمع يشيرو صوت جاي من مكان بعيد بيقول له كده امكم هتاخد برد. بيقول لهم وصلوها للبيت بسرعه. تشكرهم امهم وبتقول لهم ان بعد موت ابوهم هما بينقذوها كل مره. افتكر ياشيرو قصه موت ابوه اللي اتعمل كمشروب على الغداء، وان ابوهم كان شخص عظيم جدا وبياخد باله من كل الناس. الام من ساعتها بتحاول تكبرهم علشان يشيلوا المسؤوليه وعلشان يبقوا عظماء زي ابوهم.
تاني يوم بيروح ياشيرو وبيقعد مع أمه الأميرة من جديد. بتقول الأميرة إن المكان اللي هم قاعدين فيه ده هيقفل قريب وإنهم مش هيعرفوا يدخلوه بعد كده. تسأله عن ياتشو بيقول لها إن ياتشو مش بيحب يطلب المساعدة من حد. تقول الأميرة إن الإخوات لازم يساعدوا بعض ويتعاونوا. بيرد على ياشيرو بيقول لها إنه بيحب كل إخواته قد بعض وإنه عارف إن ياتشو شخص كويس. بعدها بنشوف ياشيرو وهو مع إخواته. بيكون ياتشو متضايق بسبب إن العربية باظت. بيقول لهم ياشيرو إن دي غلطته وإنه يحاول يتصرف ويسخر منه وبيسيبه وبيمشي. وساعتها بيكون ياشيرو متضايق من اللي حصل وبيلاقي إن الأميرة جاية تزقه في المية وبتقول له بطل عياط ياتشو في مشكلة حقيقية. وبيطلع إن ياشيرو كان بيحكي كل ده لأجيرو الضفدع وبيقول له من ساعتها وأنا بحاول أحل مشكلة ياتشو وأزماته. بيقول له أجيرو بس أنا حاسس إنك بحال أفضل وإنك مرتاح. بيسأله عن حال الأميرة بيقولوا بقى إنها كويسة. بعدها بنشوف ياشو وماشي مع ياشيرو رايحين يقابلوا أكاداما. بعدها بيقابلوا المعلم ياكو. بيقول لهم ياكو نتخلى عن القتال دلوقتي وشغال في محل عادي وتناقشوا حوالين قبيلة من القبائل. بيقولوا ياكو لو عاوزني أتخلص من القبيلة دي قول لي وأنا هساعدك. بعدها بيطلع ياكو يتكلم مع ياشيرو. بيكون ياشيرو زعلان جدا لأنه مش بيقدر يرضي أكاداما. بيقول له ياكو كفاية كونك مخلص ليه دي حاجة كويسة. بيقول لو كان أبوك عايش كنت عملت حاجات كتيرة وكانت حاجات كتيرة هتتغير. بيحكي له قصة قديمة عن أبوه أيام ما كان عايش وإزاي كان قوي وبيقدر يتحول لوحوش قوية جدا. بيكون ياشيرو رايح لمشواره بيقول لي ياش لو عاوز تروح روح ومش لازم تيجي معايا. بيروح ياشيرو المكان قديم وبيكون شكله غامض ومخيف. بيتخض ياش لما بيدخله. مجرد ما بيوصل بيتشال على بنتين بتطلع له ست عجوزة بترشده لمكانها. وبيتخض ياش لما بيدخله. مجرد ما بيوصل بيسأل على بنتين وبتطلع له ست عجوزة ترشده لمكانها. بيركب ياشيرو في قارب صغير وبيحاول يوصل لها وبيكون ياش قلقان من بنتين أحسن تاكلهم. أول ما بيوصلوا بتديله بنتين كعكة علشان ياكلها. بيقول لها ياشيرو إنه عاوز ياخد المحل بتاعها. بتقول إن في ناس قالوا لها إنه هيجي وحذروها منه وقالوا لها ما تدخلش في أي صراعات هتحصل بينهم. وبعدها بيلاقي حد جاي عليهم وبيطلع ده شخص جايب لها مروحة لو متحركة بنتين بتقدر إنها تغير المناخ كله. بتنط بعدها بنتين في المية وبيطلع لها حوت ضخم بيلعب معاها وبيقف ياشيرو وهو مستغرب. بعدها بيروحوا المكان وبيقعدوا يشربوا حاجة. بيوري له بنتين مهارتها الغريبة وبتخلي البيت اللي هم فيه يطير. بيكون ياشيرو وياش قادرين يشوفوا المدينة كلها. تاني يوم بيكون في احتفال كبير في المدينة وبيروح ياشيرو وبيقول لأكاداما إن في احتفال كبير هيحصل ويطلب منه إنه يحضر معاهم. لكن أكاداما بيقول له أنت عاوز حد في سني وقاري ده يروح معاك حاجة تافهة زي دي. بيرد عليه ياشيرو بيقول له طالما قلت كده يبقى كده هتيجي. وبعدها بيحضر الكل للاحتفال. بيقول ياتشو لياش تقدر تتحول لشكل تاني ولا لا. بيحاول ياش لكنه ما بيعرفش. في الوقت اللي بتدخل فيه الأميرة عليهم وبتقول لهم معلش أنا اتأخرت. بعدها بيبصوا من الشباك وبيلاقوا أكاداما واقف بره. بيروح ياشيرو وبيسأل أكاداما أنت ليه مش عاوز تدخل معانا. بيقول له أكاداما اديني فرصة أفكر. بينجح ياشيرو إنه يقنع أكاداما إنه يدخل ياكل معاهم. وبيبدأ ياش يصب المشروب وبيقول له أكاداما أنت صبيت كتير قوي. بيعمل نفس الطريقة اللي بنتين عملتها علشان يطيروا بالبيت. بيكون أكاداما عاوز يسأل عن بنتين لكن ياشيرو بيقطعه وبيقول له بص الرحلة حلوة إزاي. بس أكاداما بيصمم وبيقول له بنتين ما جيتش ليه. فبيقول له ياشيرو لو عرفت تيجي هتيجي. بعدها بيشوف ياشيرو أعدائه وبيكون عاوز يتهور ويضربهم لكن ياتشو بيقول له اهدى وما تتهورش خلينا احنا مسالمين لحد الآخر. بيقولوا انهم موجودين النهارده علشان يضربوا الألعاب النارية اللي في الاحتفال. بعدها بيجي ياكو بيحضر معاهم احتفالهم. يقول له أكاداما هو ده الوضع اللي احنا وصلنا له. يكون أكاداما متضايق ومش عاجبه حاجة كالعادة. بعدها بيحكي لهم ياكو حادث أليم حصل زمان ومعركة كبيرة بين طائفتين بدأوا يحاربوا بعض بكل قوة وبيعذبوا القبيلة التانية اللي قدامهم لحد ما ظهر أعضاء تانكو العظيم. قضى على الأشرار وأنهى الخلاف وخلى فريق الأشرار يعتذروا. فجأة بتكون اللي عمل كده هو أبو ياشيرو. بيقول لهم أكاداما ما تبسطوش قوي كده بأبوكوا لأنه برضه هيفضل شخص مغفل. افتكر أكاداما أول مرة قابل أبوهم فيها وذكرياته مع أبوهم. بعدها بيقطع أحدثهم الألعاب النارية اللي بتملى المكان وبيعرف ياشيرو إن بنتين موجودة في القارب التاني. بيلاقي إن الألعاب النارية زادت عن الحد لدرجة إنها بدأت تولع فيهم وده بيعصبهم وبيكونوا عاوزين يتخانقوا معاهم. يحاول ياشيرو إنه يطير بالبيت بتاعه لبعيد وما يدخلش معاهم في معارك لكن بيستمر الضرب بين الاتنين. بتدور الأميرة على حاجة مفيدة تقدر تضربهم بيها وبيكون غرض الأعداء هو الانتقام من الأخ الأكبر ياتشو. بيطلع لهم ياشيرو بيقول لهم لو عندكم حاجة واجهوني بيها ومالكوش دعوة بياتشو. بيطلب منه تحية السلام ومبقاش عاوز يتخانق معاهم لكنهم مش بيوافقوا على كلامهم ويصمموا على افتعال المشاكل. قرر ياشيرو إنه يستخدم المروحة بتاع البنتين في إنه يمحيهم تماما ويوقعهم. ولما بيقعوا على الأرض بتحصل ضجة كبيرة وبينهاروا. بيخلص البنزين من ياشيرو وبيكون البيت بتاعهم وكمان هيقع على الأرض ويتعرضوا للخطر.
فبيطلبوا من أكاداما إنه يديهم الإزازة اللي في إيده علشان يساعدهم، لكن أكاداما ما بيرضاش وبيقعوا وبيصطدموا بالأرض بكل قوتهم. بيدور ياشيرو على المروحة بتاع البنتين لكنه مش بيلاقيها. تخيل ياشيرو نفسه هو بيتاكل بعد ما ضيع المروحة بتاع البنتين وغضبت عليه غضب شديد. بعد كده بقى بنشوف ياشيرو وهو بيحكي عن مجلس البشر اللي بيتعمل آخر كل سنة، وبيقول ياشيرو إن المجلس ده بيشارك فيه 7 من البشر، وده بيكون المجلس مخيف جدا بالنسبة لمخلوقات التانوكي لأنهم بيقتلوا مخلوقات التانوكي في اليوم ده وبيتغدوا عليهم. بعدها بنشوف شابين ماشيين ورا بنتين، وبيكون ياشوري هو كمان بيخطط لحاجة ومخبيها. يروح يقعد مع بنت تانية وبتقول للبنت دي إن بنتين خطيرة جدا لكنه مش لازم يخاف منها لأنه هو كمان عنده قدرات عالية. بيروح ياشيرو بيقابل كايسي اللي بيسأله عن أجيرو، وبيقول له ياشيرو إنه لسه في البير. توصل بنتين وبيحاول ياشيرو إنه يهرب بسرعة لأنه اتسلسل أثناء دخوله للمكان. بيدخل الحارس بتاعه وبيخليها تقعد، وبتقول له بنتين إنها تعبانة جدا النهاردة، وبتقول له إنها شاكة في حاجة وإنها حاسة إن ياشيرو متنكر في صورة حد هي مش عارفاه. تقدر تكتشف إن ياشيرو متنكر وقاعد معاه. بيقول لها ياشيرو أنت عرفتيني إزاي؟ بتقول له بنتين إنها تقدر تعرف أي حاجة، بتهدده بإنهم عملوا أبوه وجبة ليهم، بتقول له إنه طعمه كان لذيذ. بعدها بيدخل شخص من البشر عليهم وبتبدأ بنتين تعرفوا عليهم واحد ورا التاني، كلهم يتكلموا عن الأكل والحاجات اللي بيحبوها، ودور معركة بين ياشيرو وبين واحد من بني البشر اللي قاعدين. بعدها بيحتفلوا كلهم مع بعض وبيعملوا فقرة سحرية. بيسقف له الكل وبيقول لهم ده متوقع من ضيوف بنتين. بيكونوا كلهم مبسوطين من اللي ياشيرو عمله على الرغم من كونه راكون. بعدها بيقعد باقي البشر يفكروا هياكلوا راكون ازاي، وبيفتكروا قصصهم مع الراكون، ان واحد منهم عدى لقى راكون مصاب وعالجه، وساعتها بيتأثر ياشيرو وبيفهم ان البشر بيحسوا عندهم مشاعر. بيسأل واحد منهم وبيقول له هو مش انت لما بتاكل الراكون بتبقى مبسوط؟ امال انت بتحبه ازاي؟ بيقول انه بيحب اكل الراكون وكل حاجة لكنه برضه بيحب شكله. تبدأ بنتين تحس بالملل من المحادثة دي، وتقرر تاخد ياشيرو لبره ويتكلموا مع بعض، بيقعدوا يتفرجوا على القمر. بترن بنتين الجرس علشان ينزل لهم كاسين. بيسألها ياشيرو انت متضايقة ليه؟ بتقول له بنتين انها متضايقة علشان مضطرة تاكله. بيقول لي ياشيرو ان على الرغم من كونه انضم لرفاق الجمعية وان دي الجماعة اللي اكلت ابوه لانه كان مبسوط انه قاعد مع بنتين. يكمل ياشيرو كلامه عن بنتين وبيقول انها كانت زمان لسه صغيرة، وان في طائر من مخلوقات التنجي وخطفها، وان المعلم اكاداما وقتها هو اللي رعاها ودربها. انها بعد ما قدرت ترتقي لمكانة عالية وسط المخلوقات نسيت كل اللي وصلوها للمرتبة دي، حتى المعلم اكاداما اللي له فضل عليها كبير، حتى ما بقتش نفس الشخص تماما. ونشوف بقى بنتين وهي قادرة تطير من مكان للتاني، وياشيرو بيحاولوا ينطوا وراها لحد ما بيجي مكان عالي وبتساعدهم بنتين انهم يطيروا. بعدها بيصورهم ياشيرو اكتر من صورة وبياخد باله انها ما بقتش شبه زمان خالص، وان ما فيهاش ولا صفة من اللي كانوا فيها قبل كده. تفكرها بأول مرة شافها فيها لما كانت لسه طفلة وقتها. بتقول لهم بنتين ان الحاجات اللي حصلت زمان نسيتها خلاص ومش فاكراها، مش فاكرة ان عمرها كان عندها اي نوع من انواع العاطفة ناحية الراكون. ولا ياشيرو انت رايحة على فين؟ تقول له بنتين ما تقربش مني احسن لك. تختفي بنتين فجأة من قدامهم. يقعد بعدها ياشيرو مع البشري وبياكلوا مع بعض، بيتكلموا عن اللي عملته بنتين وبيسألوا انت في انهي مرحلة تعليم؟ بيقول ياشيرو انه لسه طالب في الجامعة، وبيقول له انت ازاي مستحمل بنتين؟ يرد ياشيرو بيقول له هي غريبة الاطوار حبة بس طيبة، وانه بيخاف انها تاكله في نهاية المطاف. يقول له البشر انهم في الاول والاخر نفسهم ما يعملوش كده معاه، وانه بيحب مخلوقات الراكون جدا لان في النهاية هياكلوا برضه. يقول لهم انهم حتى كبشر بيموتوا، ويقول له ما تفتكرش ان احنا اللي عايشين في امان، وانهم مش بيتاكلوا بس علشان طعمهم وحش. انا بيحكي له عن اول يوم قابل فيه راكون وانه كان مهتم بيه جدا وانه متضايق انه اكله لانه ما قدرش يمنع نفسه، وان راكون وقتها ما كانش متضايق من انه هيتاكل، وانه رد عليه وقال له انا عملت كل اللي انا عاوزه في حياتي وده اللي مخليني مش قلقان، ده غير اني خلفت ابناء كويسين كتير وانه واثق انهم هينفعوا المجتمع من بعده. وان راكون سأله على اسمه وطلع اسمه يودو. راكون شكر انه اعتنى بواحد من عيلته. اول ما دخلت بنتين اضطر يودو انه يوقف كلام مع الراكون، وبعدها بيروح ياشيرو لاجيرو اخوه اللي في شكله ضفدع وبيقول له طمن الاميره عليا وما تقولهاش اني تعبان في حياتي. بيبدا ياشيرو يحكي لاجيرو اللي حصل معاها وكل حكايته مع يودو انه بدا يحبه، وده على الرغم من انه من النوع البشري لانه حس بمشاعر ناحيته وان البشر مش وحشين قوي كده. يقول اجيرو انا بحسدك على ثقتك اللي بتتحلى بيها. فجاه بتيجي بنتين وبتقف عند البير اللي هم عنده، بيلاحظوا انها بتعيط. يقول ياشيرو ان بنتين حساسه جدا على عكس ما هم فاكرين، وانه واضح ان في جزء كبير من حياتها هي ما بتحبوش. بعدها بيروح ياشيرو يقعد في المكان المفضل له وبيكلم مي وبيقول له انه ما عندوش اي فكره عن اللي هيحصل بعد كده، وبيقول له مي خلي بالك كويس لانهم اكيد هيتغدوا بيك. بعدها بيدخل ياش وبيقول له انه وقع في مشكله، وبيطلع ان ياش متضايق من طريقه اكاداما معاه.
وإنه كل ما يقول للمعلم أكاداما تعالى دخلك الحمام ما بيرضاش، يقول له ياشيرو إن ده عادي من المعلم أكاداما وإن دي مش مشكلة. بيحس ياش إنه عديم الفايدة وإنه مش بيعرف يعمل حاجة، فبيقول له ياشيرو هون عليك وإن رعاية كبار السن مش موهبة عظيمة وإنها محتاجة صبر مش أكتر. بينصح يسيبه من المعلم ويركز في مستقبله في الحاجات اللي ممكن ينجح فيها. فلما بيدخلوا على أكاداما بيلاقوه بيرشوا معطر جو بغزارة شديدة بتخليهم يتخنقوا ومش قادرين يتنفسوا. وقتها بيفتح ياشيرو الشباك علشان يهوي الجو شوية، يقول للمعلم أكاداما انت ما بقتش تيجي ليه وانت مش فاضيلي ولا ايه؟ يرد ياشيرو بيقول له كنت بخلص شوية حاجات. بعدها بيسأله انت ليه مش عاوز تدخل تستحمى؟ يقول له أكاداما مالكش دعوة، بيبدأ يتخانق معاه. بيتحول كل واحد فيهم لوحش قوي وبيكون عاوز يضرب التاني. بعدها بيقول لي ياشيرو تعالى نخرج شوية، وبينزلوا هما الاتنين وبيلاقوا ياتشو تحت. ساعتها بيخلوه يستحمى في البسين بالعافية، يكون أكاداما متضايق منهم، بيقول لهم ان لو بنتين كانت موجودة كان هيوافق. بعد كده بيقول له أكاداما انا متأكد ان انت كمان بتحب بنتين، وان بنتين دمها خفيف وبتقدر تجذب اي حد ليها بسهولة. فجأة بيدخل المكان اللي هم فيه جيش من المقاتلين، فبيجري كل منهم وبيستخبوا. لما بيجي ياتشو يقول لهم انه اتفق معاهم ان واحد فيهم لازم يتضرب، بيفضل يقول لهم هو ليه انا اللي بعمل كل حاجة لوحدي دايما ومحدش فيكم بيساعدني يا اغبياء. تبدأ المعركة بين ياتشو اللي بيتحول لوحش على شكل نمر وبين واحد من المقاتلين. بيقفوا كلهم يفكروا يعملوا ايه وبيكونوا خايفين من ياتشو جدا، بيطلعوا يجروا كلهم منه وبيمسكوا ياتشو بيلقينه درس ما ينساهوش وبينزلوا في المية اكتر من مرة. بعد كده بيروح ياتشو بيقابل اجيرو وبيقول له انا عارف انت اخر واحد شاف ابويا قبل ما يموت، ممكن تقول لي نهايته كانت عاملة ازاي؟ بيعيط الاتنين جامد لما بيفتكروا اللي حصل. بيقول له اجيرو ايوه انا اخر واحد شفت ابوك فعلا. بيعترف له انه كان مش حاسس بحاجة وساب ابوه اليوم ده، وانه حاسس بالذنب لانه متخيل انه كده اتخلى عنه، وبيحكي له اللي حصل اليوم ده. كان حاسس انه شخص تافه وملوش اي قيمة، وده خاصة ان مفيش حد بيحبه علشان هو ما بيعملش حاجة حلوة لحد. اليوم ده ملقاش قدامه اي حلول لانه يروح. اليوم ده قابل ابوه، كان متضايق جدا ان حتى الحب اتحرم منه، وده بسبب انه كان بيحب كاسي خطيبة ياشيرو. راح وقتها قال لابوه الكلام ده وانه ما كانش لاقي حل لانه يمشي من البلد وينفصل عن العيلة، وابوه كان خايف ان ولاده يتفرقوا بعد ما يموت، وقال انهم موزع صفاته عليهم هم الاربعة وانهم ما ينفعش يتفرقوا. لكن اجيرو كان لسه طايش ومش قادر يتحمل ياشيرو، وقت اختار انه يمشي ما يكملش مع ابوه. ساعتها ما شافوش تاني. لما صحي من النوم ما لقاش ابوه في البيت، ومر يوم مر التاني وابوه ما رجعش لحد ما عرفوا ان ابوه اتاكل من رفاق الجمعية، وانه شاف انه لو ما كانش قابل ابوه اليوم ده ما كانش زمانه كل ده حصل له. بعدها دخل في حالة انكار للواقع وقرر علشان كده يتحول لضفدع، وعلى الاقل هو لما يتحول لضفدع هيضمن انه ما يأذيش حد في حاجة. كمان انه ما كانش قادر يوري وشه لامه، فبيقول لي ياشيرو ما تشغلش بالك انت وانا هاخد بالي منه. بعدها بيحكي المعلم أكاداما لياشيرو اخر مرة شاف فيها كايسي، بيقول انه كان شكلها مختلف عن كل مرة كان بيشوفها فيها. استغرب أكاداما ان ياشيرو ماشي ساكت المرة دي، بيقول له لو انت فاكر ان ابوك مات، وبيقول له لو انت فاكر ان ابوك مات بسببك تبقى غبي. بيقول له ياشيرو هو مات بسبب اجيرو مش بسببي، لكن أكاداما بيقول له ابوك كان هيموت كده كده وكلنا وقت ما يحصل لنا كده، وان اجيرو مش السبب ولا حاجة، وان قابل ابوه قبل ما يموت وقال له خلي بالك على ياشيرو كويس، وان أكاداما وقتها قال له ان هما الاتنين عندهم نفس الحماقة. رد عليه ابوه وقتها وقال له ان ده السبب اللي مخليه يقلق عليه وعاوز يهتم بيه زيادة. بعدها بيوصل له ياشيرو وبيقول له تصبح على خير وبيسيبه وبيمشي. بيرجع ياشيرو علشان يشوف اخوه ياتشو بقى عامل ايه وبيلاقيه زعلان. بيبدا يتكلم مع الاميره وبيقول لها انت عارفه السبب اللي اجيرو مخبي نفسه في البير بسببه؟ بتقول له ايوه عارفه وانه طبيعي يحس بكده. ويعيط ياتشو وبيقول ان هو كمان متضايق بسببه. بعدها بنشوف يوكو قاعد مع ياشيرو وبيقول له انا ما كنتش متخيل ان في سنه هتخلص من غير ما نعمل حساء التانوكي. بعد كده بيرجع ياشيرو للبيت وبيقول للاميره انهم فشلوا يلاقوا حد من مخلوقات التانوكي، لكن ياتشو بيقول له ان الخطر لسه مستمر، وده لانه لسه فاضل 3 أسابيع على الاحتفال، وان في خلال الوقت ده ممكن في اي وقت اي حاجه تحصل. وده بيطلع ياتشو معاه ياشيرو بيحاول يدخل القاعه، بيتم منعهم من الدخول. بيقابلوا 2 من الاوغاد اللي بيستفزوهم، تبدا بينهم مشاجره كبيره، لكن بيظهر حارس المكان فجاه وبيمنعهم من اللي بيعملوه. بعدها بيفتكروا انهم سايبين المعلم أكاداما لوحده، لهم ياشيرو انه عاوز يدعوه للحفل في الوقت اللي الاميره بتقول فيه ان المعلم أكاداما هو اللي عاوز يقعد لوحده. تحكي لهم الأميرة حكاية عن أبوهم، إنه كان بيفقد قدرته على التحول لما كان بيشوف بنتين، وإنه احتفظ بالسر ده ومرضاش يقوله لحد. بيسألها ياشو بيقول لها ده زي فقدانك لقدرة التحول في الرعد. بعدها بيتم الإعلان عن المرشحين لمنصب الزعيم في الاحتفالية، يكون ياتشو واحد من المرشحين دول.
بيقولوا اللي بيقدم الاحتفال ان في واحد من مخلوقات التنجي ولازم يحضر الاحتفال ده، وان الاحتفال هيتأجل لحد ما يلاقوا حد من مخلوقات التنجي ويحضر الحفلة. بيتصل ياتشو بالأميرة وبيقول لها تبعت ياشيرو للمعلم أكاداما لأنه من المخلوقات بتاعة التانجيو، وبتقول له حاول تقنعه إنه يحضر الحفلة. بيروح ياشيرو للمعلم أكاداما وبيدخل له بيقول له المعلم أنا مش فاكر إن ناديت عليك فأنت دخلت ليه. يحاول ياشيرو إنه يقنع أكاداما إنه يروح الاحتفال، لكن أكاداما في البداية بيكون مش عاوز يروح، ده لأن مخلوقات التانكو مش بتديله الاحترام اللي هو طالبه من زمان. بيقول ياشيرو أنت فاهم غلط، إحنا كلنا بنحترمك ولازم تحضر الحفلة دي. بعدها بيروح ياشيرو بيقابل كايسي وبيطلب منها انها تظهر شكلها، ولكنها بتوجه له عدة ضربات ورا بعض. وبعدها بتقول له انها متأكدة ان ياتشو مش هيبقى الزعيم، تقول له ان هو كمان احمق شبه اخواتها الحمقى. بيغلط ياشيرو وبيشتم اخواتها فبتتضايق منه جدا. بتقول له انا بس اللي ممكن اغلط فيهم انما انت لا. تقول له كمان انهم بيخططوا لحاجة من وراها هي مش عارفاها. بيسألها انت ليه بتكرهي بنتين، بتقول له ان تصرفاتها كلها سيئة وعلشان كده هي بتكرهها. وبعدها بتتأثر كايسي وبتقول ياشيرو أنا آسفة وبتمشي. بيستغرب ياشيرو إن كايسي بتعتذر عن حاجة وبيقول إن عمرها ما كانت متواضعة جدا، حس إن الجملة دي كانت بمثابة تهديد أو إنذار لحاجة هتصيبهم. بعدها بيجي وقت الاحتفال بإنهم هيعينوا زعيم لمجموعة التانوكي بتنافس الكل في الحدث ده علشان يبقى الزعيم بتاع مخلوقات التانوكي. بيروح ياشيرو بيتكلم مع ياتشو بيقول له أنت ليه بتصحى بدري كده. بيقول له ياتشو إنه بيحاول يستعد قدر الإمكان لمسابقة الزعيم وإنه عاوز يبذل كل جهده علشان يبقى هو الزعيم اللي هيختاروه، وإن دي حاجة هتفرق معاه جدا. بيقول له ياشيرو انا معجب بيك جدا وفخور بالعزيمه اللي عندك وبتصميمك انك تبقى حاجه كبيره. بيعطوا ياتشو وبيقول له انا عارف ان اللي انت بتفكر فيه كويس وعارف انك شايفني مش كفء واني بحاول اقلد ابوك في اي حاجه او اعملها علشان اكمل مسيرته، لكن انا متاكد ان هقدر اوصل واحقق حلمي، وعلى الاقل اكون اجتهدت وعملت اللي عليا واللي يحصل يحصل بعدها. بيقول ياشيرو انا مستغرب من حاجه. بيرد ياتشو بيقول له ايه هي. بيقول ياشيرو ان كايسي في اخر مره شافها فيها قالت له إن آسفة وإنه استغرب جدا اعتذارها وإنها بتمتلك نوع من المشاعر. بيقول ياشيرو إنه حاسس إن العيلة بتاعتها بتخطط لحاجة، فبيرد ياتشو بيقول له خلي حد يعمل حاجة وأنا هكسره. وبعدها بتيجي الأميرة وبتشجع ياتشو على المسابقة وبيقول لها ياشيرو إن أجيرو حاسس بالوحدة والحزن على موت أبوهم عشان كده هو هيروح يقعد معاه. بتقرر الأميرة إن هي اللي هتحضر وبتقول له لازم تكون واثق من نفسك ومتأكد إنك هتنجح. بيقول له ياشيرو خلي بالك على نفسك. بعدها بيشوف ياش هوي واللي بيقول له تعالى أشغلك معانا في المخزن، واكتشف ياش ان هوي كان بيدبر خطه انه يحبسه في المخزن، وبيسمعوا هما بيتفقوا على انهم يسجنوا الاميره بعد ما يخطفوها. حاول ياش انه يصرخ ويخبط على الباب علشان حد يفتح له. في اللحظه دي بيروح ياشيرو وبيقعد مع اجيرو وبيقول له خد نصيبك من الاحتفال، وبيقول له النهارده هي ليله اختيار زعيم جديد. بيقول له اجيرو انا مش مهتم بمين هيبقى الزعيم بعد موت ابوك، وبيقول له انه مش قادر حتى انه يفتكر اخر كلمات ابوه قالها له. بعدها بيقول له ياشيرو انت فاكر اخر مره شفت فيها كايسي كانت امتى؟ بيرد اجيرو بيقول له اشمعنى، فبيقول له ياشيرو ان اخر مره كانت بتتكلم كلام غريب. بيرد اجيرو بيقول له ان اخر مره شافها لاحظ انها اتجننت وان طريقتها بقت غريبه. بيقول له اجيرو انها ما بقتش تقدر تتحول تاني وانه شافها وهي بتعيط عند البير اخر مره. بيساله ياشيرو انت لسه بتحبها ولا لا؟ بيقول اجيرو انا مجرد ضفدع كئيب دلوقتي ما اقدرش احب حد. بيقول له كمان انه حاسس ان في حاجه وحشه هتحصل وانه خايف من كده. فجاه بتحصل عاصفه جامده وبيحل الرعد في المكان. طبعا بيخاف ياشيرو على امه لانها مش بتعرف تتحول في الرعد، ده اللي بيعرض حياتها للخطر وبيحاول ياتشو انه يوصل لها. وقتها مش بيلاقيها وبتقع على العربيه بتاعته وتشوف حد قرب من الاميره وانه خطفها. في الوقت ده بيروح ياشيرو يدور على الاميره وبيقابل كايسي واللي بتقول له كل اللي حصل، وان اخواتها خطفوا الاميره وحبسوا ياش وياتشو، وان ده نفس اللي حصل مع ابوه وان ابوها هو السبب في موته. وبتكون متاثره وحزينه وبيكون ده سبب انها تقول له انا اسفه. تحكي له ان ابوها وابوه اتقابلوا مع بعض وقعدوا يتكلموا عن المعلم اكاداما وانه فاجئوا انه عاوز يحبسه، وراه القفص اللي قدامه وقال له القفص ده ليك. بيقول له انت هتتاكل. جمع وقتها الناس عليه وحبسه، وساعتها شاف بنتين وهي معاهم وبتقول له بنتين ساعتها انها تنضم لرفاق الجمعيه. بالطريقه دي اتعرض ابو ياشيرو للغدر وطبخوه. تعتذر كايسي من جديد وبتتضايق قبل ما يبص بيلاقي ابوها جه. تعتذر كايسي من جديد وبتتضايق، وقبل ما يبص بيلاقي ابوها جاي عاوز يقبض عليه هو كمان علشان يعمل منه حساء. بيقول له ياشيرو اللي هيقرب مني مش هرحمه. بيدخل ياشيرو في معركه كبيره وما بيكونش عارف يتصرف ازاي. يستسلم ابيسو وبيقول له تعالى معانا من غير كلام كتير، لكن ياشيرو على الرغم من كونه مش عارف يتصرف ازاي لانه بيرفض انه يروح معاهم. فجاه بتظهر بنتين وبتاخد ياشيرو وبتنقذه. بيقول لها ابيسو انت لو اخدتيها هتتحط في مشكله كبيره. بنتين بتقول له انا هستعيره شويه بس، وبعدها بتطير بنتين بياشيرو تدي المكان امان وبيشكرها ياشيرو على مساعدتها له. بعدها بتقول له بنتين انت ليه هادي النهارده وشكلك متغير؟ بيقول لها انا عرفت ان انت اللي ساعدتي سون في الايقاع بابويا وانت السبب في ان ابويا يموت،
وانهم قبضوا على امه واخوه ياتشو. تضحك بنتين وبتتريق عليه وبتقول له يعني انا هاكل اخوك الكبير النهارده. بيسالها هل هتقدري تنقذي ياتشو؟ تقول له ماليش دعوه. بعدها بيسالها ياشيرو عن مكان رفاق الجمعيه، تقول له بنتين على مكانهم. في الوقت ده بيكون هوتي قاعد مستني يشوف شكل التانوكي اللي قبضوا عليه. بعدها بيوصل ياتشو للاميره وبيكون هيتجنن علشان يطلع بره القفص. بيكون عاوز ينقذها في الوقت اللي بتكون الاميره فيه قلقانه على عيالها الاتنين. ويعد ياتشو انه يتصرف في انقاذها. بتقول الاميره حاول ما تخلصش كل طاقته. وبعدها بنشوف الاخين بعد ما دبروا لياشيرو مكيده واللي خلته يرجع لشكله كتانوكي من جديد ويمسكوه هو كمان. في اللحظه دي بتكون الاميره اصيبت بالبرد وبيتفق سون مع ابيسو. بيقول له خلي بالك هوتي بقى عاطفي جدا ولازم انت اللي تتعامل مع التانوكي. بيرد ابيسو بيقول له ما تقلقش انا عامل حسابي. ولما بيقرب سون وبيعوز ياخد الاميره، ابيسو بيقول له التانوكي خاصه بيا وما ينفعش تاخدها. في الوقت اللي بتستنى الاميره فيه ان ياشيرو يتصرف باي شكل من الاشكال، لكن ياشيرو هو كمان بيكون محبوس في القفص ومش عارف يطلع. ويقعد الاخين يسخروا منه ويتريقوا عليه. بيقول لهم ياشيرو ان ياش واجيرو اخواته لسه موجودين وانه هينجح انه يخرج وهيعاقبهم. بيكون الاخين مبسوطين بالخطه بتاعتهم ونجاحها اللي بقالهم سنتين بيخططوا لها، وبيقولوا له ان اجيرو مجرد ضفدع مش هيعرف يعمل له حاجه. اما ياتشو في اللحظه دي بيكون قلقان على امه وبينادي عليها اكتر من مره علشان يتاكد انها لسه عايشه. بتقول له الاميره انها لسه عايشه لكنها بتوفر وقتها. وبعدها بيروح ابيسو وبياخد ياتشو وبيقول له خليك هادي، وده لانك لو اتصرفت باي حماقه امك معانا وهنأذيها. بتقول له الاميره انت ليه بتضايقنا وازاي اتغيرت علينا كده، وبتحاول تحرك مشاعره وتستعطفه لكنها مش بتنجح انها تقنعه يغير رايه. بينتهي الحال بقى بانهم بياخدوا ياتشو وبيقبضوا عليه وبينقلوه المكان اللي عاوزين يعدوا فيه الحساب بتاعهم. اما ياش بيحاول انه يطلع من المخزن اللي محبوس فيه لكنه ما بيعرفش. في الوقت ده بتخرج كايسي وبتحاول توصل لياش وبتخرجه من المكان اللي هو محبوس فيه. فلما بيشوفها الحراس بيقولوا لها ما ينفعش تعملي كده، بتلموا عليها وبيقولوا لها خليكي معانا. كايسي بتقول لياش يهرب بعيد بسرعه قبل ما يتمسك. ساعتها بيروح ياش بكل سرعته وبيقابل اجيرو وبيحكي له على اللي حصل. بيقول له اجيرو انا هقدر اعمل ايه في وضعي ده وانا ضفدع؟ بيقول لي ياش تقدر تعمل كتير، وبيديله مشروب بيخليه يتحرر وبيرجع لقوته من تاني، وبيقرر انه ينقذ اخواته وعيلته. فجأة بيلاقي الاخين ان المكان بيتعرض لزلزال عنيف ما بيكونوش عارفين سببه ايه. ولما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم قطر، وان اللي سايقوا اجيرو بيطلع له ياش من الصندوق وبيبداوا يعذبوا الاخين وبيحبسوهم في القفص. بيلاقي ياشيرو المروحه السحريه بتاعت اكاداما وبياخدها وبيقرر يرجعها للمعلم. وبيقول له اجيرو انه على الرغم من كل الظروف اللي حاصله الا انه حاسس بالمتعه. بيقول ياشيرو مش مهم المتعه، حاجه حلوه جدا. وقتها بيقول لها اجيرو انا افتكرت ايه اخر جمله ابويا قالها قبل ما يموت، انها كانت نفس الجمله اللي ياشيرو قالها دلوقتي. بيقول له اجيرو انه مش عارف يوقف في القطر. بيقرروا انهم يكملوا في القطر لحد ما يلاقوا حته يقفوا فيها. بيلاحظ ياش ان الاماكن اللي بيعدوا عليها عماله تتكرر قدامهم من تاني. بيطلب ياشيرو من اجيرو انه يبطئ سرعته مره كمان، لكن اجيرو ما بيكونش عارف يعمل ده. وبيقول لهم الاخين على طريقه يعملوا بيها كده، لكن بتطلع انها فخ منهم في نهايه المطاف. وبيطلع ان الطريقه دي هتغرقهم في الميه. بيكونوا مبسوطين جدا انهم نجحوا يخدعوا ياشيرو، لكن ياش بيلاقي طريقه سحريه يقدر من خلالها يطير بالقطر اللي هم فيه، وكده يكون انقذهم من الغرق والموت. في اللحظة دي بيمسكهم ياشيرو وبيحاول يغرقهم في البحر، وده علشان ينتقم منهم. وبيوصل ياشيرو لمكان أصحاب الجمعية وبيطلب من أجيرو إنه يروح لهم. وبيمسك ياشيرو المروحة بتاعته وبيحركها بخفة، كل ده علشان يوصل لمقر رفاق الجمعية. ويطلب ياشيرو من ياش وأجيرو إنهم يروحوا للمعلم أكاداما بسرعة، إن هو اللي هيحاول ينقذ ياتشو. وأول ما بيشوف ياتشو بيلاقيه إنه حزين جدا وزعلان على أمه. بيسأله ياشيرو عن الأميرة وبيقول له ياتشو صحيح إحنا لازم نروح ننقذها بسرعة. بيقول له ياشيرو اهدى علشان نعرف نتصرف واحدة واحدة. بيسأله عن مكانها فبيقول له انها محبوسة في مكان تاني. بعدها بيجي سونو بيلاحظ ان ياتشو هرب. بيمسك هوتي ياشيرو وبيقول له انت اكيد اللي هربته. بيقول له سونو ان مفيش فايدة من انك تعاتب حد ملوش دعوة بالموضوع. بيقول لهم سونو ما تقلقوش انا اعرف واحد صاحبي محتفظ بتانوكي في مكان تاني، يكون يقصد الاميرة ام ياشيرو. بيقول لهم ياشيرو انه هو كمان عاوز يجرب طعم الحساب بتاعهم. بيقول له سونو انه عاوز يروح هو بيقول سون ان هو اللي عاوز يروح يجيب التانوكي ده. في الوقت ده بيكون وقت الاحتفال وتنصيب زعيم للتانوكي. بيمسك ياش المروحة وبيعمل زلزال في المكان. بيخرج ياتشو وبيقعد مع الجماعة وبيقول لهم انا اسف على التأخير، لكني تعرضت للخطر بسبب اصحاب الجمعية، وان ابيسو كان خطفه. بيقول له ابيسو ده ظلم، انت بتكذب، ولما انا خطفتك انت قاعد هنا دلوقتي ازاي؟ بيطلع اجيرو وبيقول لهم انا شاهد على اللي حصل. اتهموا ابيسو انه متفق مع اجيرو عليه، وبيقول للناس ده مش دليل على اني عملت كده. في الوقت ده بيكون ياشيرو قاعد مع بنتين وبتقول له بنتين انت ليه مش عاوز تقول لي انت بتخطط ليه؟ بيقول ياشيرو انه قلقان. بيدخل عليهم سون من جديد
الوقت اللي بيكون فيه ياتشو بيتخانق مع ابيسو، بيقول له ابيسو لو انت معاك حق اثبت كلامك صح. رد ياتشو بيقول له ان الشاهد الوحيد على ظلمك هو كايسي بنتك، بيقول له من الفعل هو اجيرو، وان ده بسبب ان عاوز ينتقم منه، بتحاول تفضع بسبب خجله من افعاله. وبتحول ياتشو لوحش ضخم على شكل نمر وكل حاجه بتتفضح. بيلاقي بيسو ان سون عاوز ياخد الاميره ويطبخها على الحساء، بيتنرفز عليه وبيقول له انا قلت لك ان التانوكي ده يخصني انا وما يحقلكش تاكله. اما هوتي في اللحظه دي بيدخل وبيقول له التانوكي ده بتاعي انا ومش هديه لحد، وبيهدده سون وبيقول له انت كده هتخسر رفاق الجمعيه. بيقول له هوتي مش مهم بالنسبه لي ان اطلع بره المجموعه، اللي همه هو ان يحرر التانوكي ده، وبياخده وبيطلع يجري. لما بيطلع بره بيشوفوا كل التانوكي اللي في المكان كلهم بيهربوا، فبيقع هوتي على الارض. وحياتشو بياخد القفص وبيحمي امه وبينقلها بعيد. ولما بيطلع اكاداما بيلاقي الفوضى دي كلها، بيقول لهم وقفوا اللي بتعملوه، ما ينفعش يعملوا كده في وجوده، وده لانه اعلى منهم في الرتبه ولانهم لازم يسمعوا كلامه. بيستخدم المروحه بتاعته في انه ينتقم منهم، يحاول انه ينتقم من هوتي وبيجري وراه. كله بيبص لياشيرو وبيقولوا له حاول تتصرف لان المعلم اكاداما خرج عن السيطره، لكن اكاداما بيضربهم من جديد وبتنقذهم بنتين وبتقول لهم ملكوش دعوه انا هتصرف. وبتروح بنتين تتكلم مع اكاداما وبتنجح انها تهديه شويه. بيوقف اكاداما اللي هو بيعمله، بعدها بيسالوا اجيرو هل انت عاوز تفضل في هيئه ضفدع كتير؟ يقول لهم اجيرو انه عاوز يفضل فيها. وبعدها بيتصلوا بالاميره علشان يطمنوا عليها وبيقولوا لها انهم عاوزينها تكلم اجيرو. لما بياخد اجيرو التليفون في الاول ما بيعرفش يتكلم، لكن الاميره بتقول له اتكلم براحتك انا مش زعلانه منك. تقول له انا فاهمه شعورك ومقدره اللي مريت بيه. تقول له الكل مستنيك على الغداء. بيرجعوا هما الاربعه علشان يتغدوا وبيسودوا السلام في المكان من تاني بفضل عيله الاميره. وبكده حلقتنا النهارده تخلص. لو عجبتك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد بنعمله.